جماعة بمناسبة اننا نجحت تويتر مخرجني. ايوه زي ما انت سمعتوا كده بالظبط، انا خارجه النهارده يا جماعه علشان انا نجحت في اصعب سنه في الجامعه كلها، سنه ثالثه. بس الخروجه دي مختلفه عن اي خروجه خرجتها قبل كده، لان انا ما كنتش عارفه انا رايحه فين اساسا. هو بيتر اخويا اول ما عرف ان انا نجحت قال لي احنا خارجين بكره. ومن موقعي هذا لو اي بنت عندها اخ ولد ما خرجهاش لما نجحت تبعت له الفيديو ده. شعور غريب كده لما اكون ماشيه في الطريق وانا مش عارفه انا رايحه فين اساسا، تحس ان انا مخطوفه، بس خطفه حلوه الصراحه. بس يا جماعه انا فعلا بشكر ربنا جدا والحمد لله ان انا نجحت، لان فعلا السنه دي انا تعبت فيها جدا جدا جدا، انا وكل اصحابي، والحمد لله كلنا نجحنا. كانت بمعنى الكلمه سنه صعبه بس الحمد لله عدينا منها. ايه رايكم في شكل التسريحه الجديده دي؟ اول مره اعملها وحاسه ان انا كتكوته قوي. انا قلت ما اخرجش لوحدي، لازم اخدكم معايا، يلا بينا. ووصلنا المكان وبصراحة هو تحفة جدا جدا جدا، شكله جميل. هو اصلا مول اسمه ديستريكت 5 في طريق السخنة. كل ده من بره بس لسه ما دخلناش المول من جوه. كان عندنا اوبشنز كتير قوي، كان في العاب وكان في سينما وكان في ان احنا ندخل المول، في اشكال جميلة نتصور، واتصورت بره. جماعة بمناسبة اننا نجحت تويتر مخرجني. مبروك. نجحت يا جماعة. حارس عالمي ده. انا طلع عيني في السنة دي. الحمد لله الحمد لله. المول من جوه واو بجد تحفه، كاني مش في مصر اساسا، كانه بره مصر، حاجه كده خطيره بجد. انا انبهرت بيه، حسيت ان انا خرجت بره مصر كده في المول ده. طبعا انا اتصورت صور حلوه جدا جوه المول وبره المول وفي كل حته. كل ده هينزل على الانستجرام هناك، لو مش متابعيني هناك فانتوا فايتكم حاجات كتير قوي. اتمشينا شويه في المول، بعد كده رحنا نلعب بقى ليتر بلاي. ده مكان فيه جميع الالعاب، كل حاجه هنعملها في الفيديو ده في نفس المول، كانكم بقى دخلتوا مدينه العاب. احنا لعبنا بولينج. هتعملي ايه يا مجنونه؟ استني استني، افرضنا جت في عين حد. طبعا باين على شكلي ان انا كسبانه وباكتساح كمان، يعني ما اقولكوش في قمه الفرحه اللي انا فيها. انا ما استفدتش غير ان انا ضوافري اتكسرت وايديا وجعتني. يا جدعان البلياردو ده اسمه ايه اللي احنا لعبناه؟ شحطته البولينج. احنا هنشوف فيلم بقى نخش نريح فيه شويه. فقره السينما بقى اجمل فقره على الاطلاق، ما تعرفوش ايه اللي حصل جوه، بجد بجد تحفه. بصوا يا جماعه احنا داخلين فيلم بس قلنا ما نخشش عليه بايدينا فاضيه. داخلين فيلم هنقول لكم راينا فيه بصراحه. اسمه ايه بقى؟ ريستارت ريستارت بتاع تامر حسني صاحبنا. اخويا وامي امك نفسها ما تقعديش جنبها كده، فاهمه ولا لا؟ طب اتغدى الاول يعني كده وبعد كده خلاص اتعلمنا يا معانا يا مش معانا، مالناش في النص عايز تتعنا ناخد يلا المصروف. سينما سينماتنا. انا نجحت يا جماعه. مالناش في النص. دخلنا عملنا فرح جوه في السينما لان انا نجحت يا جماعه، ما هو مش اي حد ينجح، بس حقيقي حقيقي انبسطت جدا جدا جدا، وبالذات مع الفقره دي. ومن موقعي هذا انا بشكر بيتر اخويا جدا لان هو فرحني فعلا، وانا بحبه جدا جدا جدا. ربنا يخليه ليا يا رب ويخليكوا لينا. وكده انا اليوم بتاعي خلص النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو للصفحه عشان يوصلكم كل جديد. نسيت اقول لكم ان المكان بالليل خطير ولسه الخروجات ما خلصتش. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي.